وقلت في البداية ليلة 9 والعاشر من شهر محرم لوجود اختلاف في ولادة القمر، والقمر ولد، لكن يعني ولد يوم الاثنين، ليلة الاثنين يعني، والاثنين كان أول شهر محرم من حيث ولادة القمر. لكن نحن متعبدون بالشرع بالرؤية، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فالعبرة برؤية الهلال. ولما لم يبلغ أحد برؤية الهلال لذلك اعتبر الثلاثاء هو أول أيام شهر الله المحرم، وبالتالي يكون عاشوراء يوم الخميس. ومن صام الأربعاء أو صام الخميس أو صام الأربعاء والخميس فهذا أفضل. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، والصيام نافلة وليس بواجب، وهذا تذكير حقيقة. بعض الناس ينكر على من لا يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم أيام 6 من شوال أو كذا، لا يجوز، لا يجوز الإنكار على الناس في صيام النافلة، اسمها نافلة، فمن شاء تطوع ومن شاء ترك، فلا يجوز الإنكار على الناس ليش مفطر ليش كذا ليش مفطر ليش كذا في فعل المنكر وهو الفطر في رمضان. أما غير رمضان فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى.